أهلين، تعالوا أوريكم كيف شوية دجاج وطلع الطعم يجنن. والسر طبعا في التتبيلة، لأنه البنة والصنة والطعم كله في التتبيلة. طبعا درت معاها سلطة مشوية زي ما معروف على كل طرحة شوا سلطة مشوية، وشوية معاها شوية سبولات هيك تغيير نكهة وجو. فخليكم معي في فيديو اليوم، تعالوا أوريكم تفاصيل التتبيلة وكل حاجة. فخليكم معاي، هيا نبدو الفيديو ونبدو بأول التفاصيل. أول شي طبعا أنا هنا حضرت الدجاج من الصباح. أول شي إني غسلته كويس بمية دافية وهيك، ونقعته في ليمون حامض أو ليم قارص أو حامض، مش عارفة شو تقولوا بالضبط. المهم ومعاها خل هيك باش تنحى زفرة الدجاج وكذا. بعدين خديت قطع الدجاج وجرحتها هيك بالموس، ديت لها هيك زي ما واضح بالفيديو، يعني جرحتها باش لما بعدين نتبلوها التتبيلة تكون يعني تخش الداخل ويقعد طعم التتبيلة في قطعة الدجاجة كلها. وحتى للنار في الشوا الطريقة هذه متاع التجريح تخليه يطيب من الداخل ويطيب كويس وأسرع وأحسن يعني. بعد ما جرحت الدجاج خليته على جنب، جيت تو بندير معكم التتبيلة وهي السر والطعم كله فيها هي. أول شي حطيت كوب زبادي طبيعي، الزبادي اللي من غير سكر من غير نكهة، مع الدجاج يعطي طعم مش عادي. تاني شي بشرة توم، هنا حوالي استخدمت 8 فصوص توم، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا على حسب انتو شن تحبوا. رغم ان حلاوة تتبيلة الدجاج بالثوم ولا الليم القارص او الحامض. هنا عصرت ليمونة حامضة كاملة، مزجتهم مع بعض وخلطت. ويلا تو بننزل بالبهارات. نبدو أول شي طبعا بالملح، حطيت هنا حوالي 3 ملاعق ملح كبار. حطيت رشة فلفل أسود، حطيت بهارات الدجاج اللي هي التتبيلة الجاهزة الموجودة في المحلات والسوبر ماركت وهيك تتبيلة الدجاج. حطيت من بودرة الثوم تعطي طعمة جدا حلوة، بودرة البصل، حطيت من 7 البهارات. وحطيت هنا طبعا الحلو يعطي نكهة جدا جميلة، زعتر مرحي، حطيت فلفل أحمر مدخن، حطيت بزار، كركم. وهنا طبعا زدت في التتبيلة شي حلو اللي هي الهريسة اللي أنا دايرتها في الحوش، اللي دايرتها عادي جدا بالفلفل الأحمر والثوم، عرفتوا. فنكهتها حطعتي شوية هيك سبايسي، حاجة حارة هيك في الدجاج، وحطعتي لون أحمر وتعطي طعم جدا حلو. نجو توا نتبلو القطع الدجاج اللي عندنا، ونحاول كيف نخلي التتبيلة تخش للجروحات اللي درناها بالموس باش تتبل كلها معانا. طبعا انا خليت الدجاج بالجلدة متاعها، لان لما في الشوي يقعد الجلدة بالنسبة لي انا نحبه لانه يعطي شوية هيك دهان، يعطي طعمه حلو، عرفتوا كيف. او حتى يتلقى هو النار اللي تشاشته الجلد هذه تشاشتها النار وخلاص هيك الدجاجة تطيب ويطلع طعمها حلو. الباقي تبلت كل قطعة دجاج بالطريقة هذه زي ما واضح الفيديو. أنا هنا سرعتها باش ما يقعدش الفيديو طويل وممل وهيك، عرفتوا كيف. أوكي، بعد ما حطيت الدجاج في التتبيلة خليته يقعد يتنقع في التتبيلة هذه ويستريح في التتبيلة هذه. حطيتها في الثلاجة حوالي 3 ساعات، حطيتها في الثلاجة، عرفتوا كيف. لأنه أول ما فتحت النار في الشواية شوية طرحة الخضرة، عرفتوا السلطة المشوية وهيك اللي هي استخدمت فيها أنا طبعا 2 حبات باذنجان و6 حبات بصل و4 حبات طماطم وفلفل أخضر على حسب ما تكتروش لو ما تبوش حار. وحطيت توم
ونسيت نقولكم انه في التتبيلة كنت حاطة زيت زيتون، عرفتوا بس في الصورة ما كانش باين عندي. وهنا السلطة المشوية نفس الشي، طبعا ضيفوا لها زيت زيتون وشوية ملح تقعد تمام وفل الفل. طبعا هنا اول شي هنا شوية سبولاتي، طبعا الطرحة الاولى متاع تكون النار عرفتوا عالية، هي هذه نشوي فيها السبولات، وبعدين نحط عليها الخضرة اللي هي سلطة مشوية وهيك، وبعدين تقعد النار هادية. طيب عليها الدجاج باش ما ينحرقش. بعد ما طلعت الدجاج بعد ما خديه راحته في التتبيلة، وتحس انه التتبيلة هيك تنقعت معاه هيك، عرفتوا كيف. هنا حطيت طرحة الشوا، شوفوا كيف خديه وجه حلو من النار، وبجديات الطعم طلع معايا يجنن تحفة. التتبيلة هذه انا مش حنستغنى عليها بجديات، قصدي جربوها وقولوا لي واعطوني رايكم. طيبت معاه شوية رز، وزي ما شايفين المنظر بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش تخلوا لي تعليق حلو، ونشوفكم فيديو جديد بإذن الله.